هي العين فلت الحجر دي حاجه كلنا عارفينها. يعني العين فلت الحجر، وخصوصا لما يكونوا مركزين مع لاعب او يكونوا مركزين مع حد فبياخد عين، فبتلاقيه مره واحده تاني ماتش اصابه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين اخباركم ايه؟ بس قبل اي حاجه بنتكلم اي حاجه زي ما احنا متعودين، نصلي على النبي في التعليقات، ولو مش مشترك في القناه اشترك في القناه، وعاوزين نوصل الفيديو ده لاكبر كميه من لايكات. نقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله باذن الله بكره ماتش الاهلي والاتحاد في تمام الساعه 5 مساء على استاد القاهره. والماتش ده هيبقى ماتش جماهيري. يعني ايه ماتش جماهيري؟ انت عارفين الماتشات الجماهيريه دي بيبقى جمهور الاتحاد جمهور محترم، عنده جمهور حلو. هيلعبوا بكره في استاد القاهره. وكمان في مشكله عند نادي الاتحاد ان لسه مغيرين المدرب. الكابتن احمد سام وجابوا مكانه الكابتن تامر مصطفى. غيروه عشان النتيجه والاسلوب والطريقه يعني كان في اخفاء في النتيجه، فجابوا مدرب جديد اسمه كابتن تامر مصطفى. فهو هيعوز يثبت نفسه، او هيعوز ان هو يحط رجله ان انا ده اول ماتش ليه وحظه انه قدام الاهلي. هنرجع اليمه الثانيه اللي هو يس ترامب المدرب الاهلي الجديد، ده ثاني ماتش ليه واول ماتش ليه في الدوري. وبرضه هيخش في تحديات كتير ولازم برضه يثبت نفسه، ده اول ماتش في الدوري وده الماتش اللي هيبان. يعني الماتش اللي فات ممكن الجماهير الاهلي ممكن ايه تعديها ماشي، بس الماتش الجاي فلازم يثبت نفسه، لازم يثبت وضعه. انت بقالك داخل على 10 ايام اهوت، المفروض يكون حافظ اللعيبه، وكمان معاك كابتن زي الكابتن عادل مصطفى. يعني الدنيا زمانها اتظبطت. وكمان احنا شفناك الماتش اللي فات ما عدتش خالص، وتحب توجه وبتاع وحاجه جميله، وكل جماهير الاهلي اشاد بيك. بس الماتش بتاع بكره هيبقى اول ماتش في الدوري، وده ماتش ان انت لو كسبته هتبقى على القمه. هتبقى على القمه. هي القمه قمه الدوري كل يوم بتتغير او كل اسبوع بتتغير. يعني الاسبوع ده سيراميكا، الاسبوع اللي قبله كان المصري الزمالك، الاسبوع اللي قبله كان المصري. فهي ماشيه كده. بعدين بعدين بقى الثلاثه مع بعض في اسبوع واحد، اللي هو المصري الزمالك الاهلي كلهم بقى 18 نقطه، بفرق ان الاهلي فاضل له ماتش وكلهم لعبوا 10 ماتشات. اما ما تنساش ان بيراميدز جايه لك من بعيد. بيراميدز النهارده كسب 2-0 كسب 2-0 فاركو بجون غريب وعجيب. دخل في شيكا جون فاركو. انا ما اعرفش الجون ده دخل ازاي، كان حسيت ان الكره كانت سخنه على ايد اللعيب او ما تفهمش في ايه اللي حصل ان هو الجون ده يخش ازاي. جون غريب جون عجيب. ما علينا عشان ما نخش في الموضوع الاجوان وموضوع وده حظهم ورزقهم. بس هقول لك ان بكره ان شاء الله لازم، بكره الماتش ماتش عامل زي ماتشات الكاس. لازم الاهلي يثبت نفسه عشان ده ماتش الصداره. بس في ظل ده كله في غيابات. بس قبل الغيابات هقول لك ان قائمه الاهلي نفس هي قائمه الفريق اللي لعبنا فيه في افريقيا، بس شيل محمد شريف الاصابه. ودي تخش لنا بايه؟ تخش لنا يا سيدي ان الاهلي عنده غيابات. ما هو العين فلا الحجر. يعني العين فلا الحجر، فعندك حوالي 6 اصابات. لسه 6 لسه ما رجعوش الملعب. منهم واحد اتصاب بعد ما عمل ابداع وانجاز وكله اتكلم عنه ونزل غير المباراه، اللي هو حسين الشحات. حسين الشحات جات له اصابه في ثاني ماتش بعد ماتش الزمالك، ودي اللي بقولها في اول حلقه اول ما اتكلمت خالص قلت لك العين فلت الحجر. هتقول لي طب ايه إيه المشكله؟ هقول لك المشكله ان انت عندك 6 لعيبه مصابين، منهم حسين الشحات، اشرف داري، كريم فؤاد، امام عاشور، احمد رضا، محمد الشريف. هتقول لي ما هو الاهلي متعود ان في اصابات. هقول لك بقى الجديد بقى ان محمد الشريف، هنبدا الاول بمحمد الشريف ومشكله محمد الشريف. محمد الشريف لما جاله اصابه هيقعد اسبوعين، يعني كده كده مش هيشارك في ايه في بطوله السوبر. ومحمد شريف انت عارفين ان هو في الماتشات المهمه بتاعت الاهلي والزمالك او ماتش بيبقى ليه دور. كان مستواه ضعيف الايام اللي فاتت، بس بيبقى ليه حظ في الماتشات دي. هنقول لك ليه حظ، هتقول اقول لك ليه حظ في الماتشات دي. بس هي المشكله ان عندك دلوقتي ما عندكش مهاجم غير جرين شار، وجرين شار هيبقى المهاجم اللي عندك الوحيد في الماتش ده وفي ماتش السوبر. ليه؟ هقول لك ان محمد الشريف ممكن يقعد حوالي من اسبوعين ل3 اسابيع في الاصابه. كمان عندك حمزه عبد الكريم المهاجم الثاني الشاب موجود مع منتخب الناشئين في قطر لبطوله كاس العالم. فكده ما عندكش غير حل واحد اللي هو ايه؟ جرينشار. طب جرينشار حصل له حاجه، لازم بقى تشوف بقى التفكير. المدرب الاهلي الجديد هيعمل ايه؟ هيوظف مين؟ هيحط مين مكانه في راس الحربه؟ عندك في اوراق كتير تنفع تبقى راس حربه، بس هو هيوظف مين؟ ده هنشوف بقى بكره ان شاء الله. ده اختبار صعب جدا، واول اختبار صعب جدا للمدرب الاهلي الجديد اللي هو كيس ترامب او بيس ترامب. يعني لسه برضه لسه ما اتعودش على اسمه، والله لازم اعرف بس انا اقول لك هو كده او كده. انا اقول لك اسمه المدرب الاهلي الجديد. فده اول تحدي ليه ان
شاء الله بكره ان هيلعب قدام قدام الاتحاد ماتش جماهيري، وعنده مشكله فين؟ في الهجوم. تمام. هنرجع بقى تاني للاصابات. حسين الشحات عنده اصابه مزق رخم، هتقعد ممكن تقعده شهرين، من اول شهرين في البيت، يعني من اول يوم الاصابه عدي شهرين لغايه ما حسين الشحات يرجع. ده خد له عين، اللهم صل على النبي، بعد ما كان قفل نادي الزمالك زي ما بيقولوا، ونزل غير المعايير في الماتش، ونزل بهدل الدنيا، لعب وكان مستواه حلو، نزل وكمان اتجدد له في النادي الاهلي، فنزل جات له اصابه في الماتش الثاني. ايه اشرف داري؟ بالنسبه لاشرف داري اللي اصاباته كتيره، محدش فيه علامه تعجب على اشرف داري وقصه اشرف داري ان كل شويه اصابات. فاشرف داري فاضل له من 4 ل5 ايام عشان ينزل يبدا يتمرن مع التمرينات الجماعيه مع النادي الاهلي. بالنسبه لكريم فؤاد، هو بكره ان شاء الله خلاص متعافى، بكره ان شاء الله ان هينزل تدريب. هتقول لي الماتش بكره، هقول لك لا، ده بعد الماتش. هو تدريبه منفردا، وبعد الماتش او بعد الماتش اللي هنلعبه بكره ان شاء الله هيبدا ينزل مع التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي. فده بالنسبه لكريم فؤاد. اما بالنسبه لاحمد رضا، عنده اصابه برضه هتمنعه من المشاركه، ممكن احتمال ما يحضرش ماتش السوبر كمان، فهتمنعه. والكلام اللي بيتقال انه قريب ان شاء الله هيبدا ينزل في التدريبات الفرديه او التاهيليه عشان ينزل لل... يبدا يتدرب مع الناس تدريبات جماعيه. بالنسبه لمحمد الشريف خلاص قلنا. بالنسبه لامام عاشور، امام عاشور مشكلته مشكله تحليل. يعني ايه مشكلته مشكله تحليل؟ يعني لازم التحليل بتاعه يبقى بالنسبه الطبيعيه، فالتحليل لسه عالي. فهو ان شاء الله هيلعب على الكلام اللي احنا سمعناه في قناه الاهلي، وخصوصا الكابتن احمد شوبير ان هو اتواصل معاه وقال له انا نفسي العب يا كابتن، عاوز انزل يا كابتن. الكابتن احمد شوبير على كلام برضه الكابتن احمد شوبير قال له لا اصبر لسه شويه، احنا عاوزينك يا امام اصبر شويه. فاحنا كلنا بنقول لك يا امام الف سلام عليك. اول حاجه كلنا، كل جماهير الاهلي بتحبك، كل جماهير الاهلي انت وحشتها، لاعب محترم، بس انت خدت عين من بطوله كاس العالم، وان انت كنت مبدع السنه اللي فاتت، كنت احسن لعيب موجود في قاره افريقيا فعلا، كنت احسن لعيب موجود في الاهلي، كنت انت هداف البطوله. كلنا فاكرين جون حسين الشحات للدوري عشان يبقى هداف البطوله هداف الدوري. فحسين برضو العين فرد الحجر مع امام عاشور. فامام عاشور بنقول لك اهو، كلنا احنا بنقول لك اصبر، احنا ما فيش مشكله عندنا، اصبر كده كده ليه، احنا محتاجين لك الايام الجايه، مش عاوزينك تيجي تلعب وتتعب تاني، لا اصبر لغايه ما تخلص، تبقى امورك طبيعيه، تبقى تحليلاتك طبيعيه، ان شاء الله هي مساله وقت، وان شاء الله ترجع تاني تنور الاستاد وترجع تفرح الجماهير اللي بتحب نفسك للكوره يا امام. في امام اصبر، وان شاء الله ترجع بخير والف سلام عليك، وان شاء الله تقوم بالسلامه يا امام عاشور. دي كانت شويه الغيابات اللي ان شاء الله الغيابات اللي هتبقى من النادي الاهلي بكره. بس هي المشكله زي ما احنا قلنا في محمد الشريف وده هنشوف بكره تفكير المدير الجديد للنادي الاهلي هيعمل ايه. ده كان بالنسبه لماتش بكره، وبالنسبه للكلام اللي احنا قلنا نتكلم عليه. بالنسبه للقائمه زي ما احنا قلنا في الاول ان القائمه كلها زي ما هي، بس شيل محمد الشريف الاصابه. تمام. تمام. دلوقتي انا عاوز اسال سؤال. في عصر الاحتراف اللي احنا فيه، او في عصر الكره المفتوحه اللي احنا فيها، لو المدرب او لو فريق، لو نادي راح للعيب هيبقى فري في نهايه الموسم، او المفروض وليه الحق ان يمضي في يناير، واللاعب ده من اللعيبه السوبر، من حق اي نادي حتى لو جماهيري او حتى كان منافس للنادي الثاني ان يتعاقد مع اللاعب ده، اه او لا. انا من رايي اه. ليه هقول لك لا؟ اقول لك ان احنا في عصر احتراف، وفلوسك فلوسك، وامكانياتك وبطولاتك و... ورغبه اللعيب هي اللي بتغني عن اي حاجه. هتقول لي ما هو ده لعيب في النادي الاهلي او ده لعيب في نادي الزمالك او لا، هقول لك زي ما بقول لك كده، مفيش حاجه، وعلى طول بقولها في اي فيديو بالنسبه للموضوع ده، مفيش حاجه اسمها انتماء للنادي، في حاجه اسمها انتماء. انت هتديني كام او هترضيني بكام، او النادي ده فيه ايه، او جمهوره عامل ازاي. دي اللي بتفرق مع اللعيب. مع اللعيب بص، عشان اعلمها بصراحه، زي ما النادي بيحب مصلحته، اللاعب لازم يحب مصلحته. فانا مش مع اختلاف مع اي لعيب عاوز يمشي من النادي الاهلي او يروح الزمالك، او الزمالك يروح الاهلي، او يروح الاسماعيلي، او يروح بيراميدز، او انا مش مع اختلاف فيه. انا مع اختلاف حاجه واحده بس، ما تبقاش قد الحاجه وتقول لي احنا ما بنرضاش نعمل زيها. يعني النهارده الكابتن احمد سليمان كان مع احد الاعلاميين اللي هو الكابتن مهيب او الاستاذ مهيب، مذيع على قناه ام بي سي، وقال له كده احنا ما بنحبش نعمل الحركات دي. طب افكرك كابتن مهيب او افكرك كابتن احمد سليمان بحوار حصل. يعني في عبد الله السعيد لما كان فاضل له 6 اشهر وكان المفروض يمضي لاي نادي، وكان بيلعب لسه في النادي الاهلي، انت رحت قعدت معاه ودفعت له 40 مليون جنيه، خد ال 40 مليون جنيه وحطهم في البنك لو كنا فاكرين حلقه رامز.
تمام. وطلع رئيس النادي بتاعك اياميها كان الكابتن كان مستشار مرتضى منصور، وقال لك انا خدت قلب النادي الاهلي من قلب النادي الاهلي. ده بالنسبه لعبد الله السعيد. بالنسبه لحسام ابراهيم، حسام ابراهيم بعد ما الاهلي خلاص كان مستغنى عنهم، وبالنسبه لحسام ابراهيم ان هم كان اعلى حاجه في النادي الاهلي اياميها، وكانوا من الجماهير، من اللعيبه اللي الجماهير بتعشقها. خدتهم بعد ما الاهلي سابهم في انتقال حر، وخدت حسام ابراهيم وخدت ثلاث بطولات بعدها. يعني ساب حسام ابراهيم خدت بطولات، سيبك من النتيجه كان 6-1 الاهلي كسبها بشيربو والجون كانت اياميها. لا، خدوا ان هو اللي جاب لكم البطولات اياميها كان حسام ابراهيم. ده بالنسبه لحسام ابراهيم. هنتكلم في مين تاني؟ هنتكلم في كام لعيبه كتير. يعني هتكلم في رئيس النادي اللي موجود حالي لما طلع مع لميس الحديدي وقال لها ما تخلينيش يا مدام لميس حطها في دماغي واخد اثنين لعيبه من النادي الاهلي. يعني انت اللي بتنكشه. بس هي القصه كلها ان انت ما عندكش الامكانيات ان انت تشتري لعيب من النادي الاهلي او تشتري لعيب من بيراميدز. ليه؟ امكانيات ماديه. فعشان خاطر، عشان خاطر ما تبقاش يعني هتخش في مقارنه انت مش قدها، فبلاش تتكلم في النقطه دي. لان اي لعيب مهما كان هو مين بيبص لحاجه واحده، مصلحته ثم مصلحته ثم مصلحته. مصلحته بقى ايه؟ في بطولات، مصلحته في فلوس، مصلحته في شهره. ما تنساش ان الاهلي كما قال كابتن حسين منصور او الاستاذ حسين منصور مع الكابتن احمد شوبير، الاهلي يعتبر اكبر براند موجود او اكبر اسم موجود. فكل الاعلانات، كل المشاهير، اتفرج كده على كميه الاعلانات اللي بتنزل في التلفزيون او تنزل على القنوات او تنزل على السوشيال ميديا، هتلاقي فيها لعيبه الاهلي. مش هتلاقي فيها لعيبه الزمالك او لعيبه بيراميدز غير يعني اعلان او اتنين. هتقول لي ما هي التورته بتاع الاعلانات، هقول لك لا. هم الاعلانات بيبصوا او السبونسرز بتوع الاعلانات بيبصوا مين هو اكتر فريق او اكتر نادي او اكتر لعيب ليه جماهير او ليه شهره، بيعملوا له دعايه عشان يكسبوا فلوس. ما بيعملش الدعايه لله والوطن. فما تجيش تكون حط مقارنه بينك وبين اي حد او بينك مهما كان. انا ما احطش، انا مثلا ما احطش نفسي، الاهلي ما يحطش نفسه مقارنه مثلا مع ريال مدريد، مع برشلونه، ان أنا اجيب لعيب زي ما هم بيجيبوا، او اي لعيب او اي دول اوروبيه اللي هي عاليه. انا بتكلم بصراحه. يعني انا ما ينفعش، ما اقدرش اجيب امبابي، ما اقدرش اجيب كريستيانو، ما اقدرش اجيب ميسي. ليه؟ مبالغهم عاليه، مش هتيجي معايا. بس اقدر اجيب لعيبه، احسن لعيب وافخم لعيب عندك في الدوري المصري. ممكن اجيب احسن لعيب افخم لعيب في الدول الاوروبيه، بس اللي على قد امكانياتي. فما اقدرش اطلع اقول لا ده انا ممكن اجيب اي لعيب في العالم زي ما انتوا طلعتوا قلتوا انا بقى احنا ممكن نجيب لعيب من ريال مدريد او ممكن نجيب لعيب مش عارف ايه. فدي عقليه انا مش عاوز يعني يكون حد مسؤول، يكون مسؤول في قلب النادي مهما كان نادي الزمالك او نادي الاهلي او نادي بيراميدز. ما انت عندك الثلاث انديه اللي فيهم فلوس، او في كمان كام نادي من الانديه الشركات اكتر الانديه بيجيبوا لعيبه. فما تحطش المنافسه معاك مع اي حد، خليك في نفسك زي ما الاهلي بيبقى في نفسه وبيراميدز في نفسه. انت بتسمع حاجه عن بيراميدز، بيراميدز بيطلع يقول حاجه، هتقول بيراميدز ما عندوش جمهور بس بيطلع بطولات. بس ما بيطلعش يقول لك انا عندي لعيب هجيبه بكذا او هجيب لعيبه بكذا او هجيب لعيبه بكذا. الاهلي نفس القصه. الاهلي ممكن يلففنا حوالين نفسنا ونقول هنجيب مثلا اسد الحملاوي او هنجيب مش عارف ميليه بتاع بيراميدز، او هجيب لعيب بتاع غزل المحل اللي هو عمل يحيى زكريا اللي هو عمل النهارده تعاقد مع نادي غزل المحله 4 سنين. ممكن لعبنا في اللعبه دي كلها وتلاقيه جايب لعيب تاني خالص. يعني المدرب الجديد ما كناش عارفين ان هو اللي جاي، كنا بنقول كام لاعب منهم ميرونيوم، منهم مش عارف في جيسوس مش عارف مين واللاعب المدرب الالماني، المدرب البرتغالي، المدرب وفي الاخر جابوا لنا المدرب الجديد ده. فالاهلي بيلعب، ممكن يلعب اللعبه دي. بس ما بيطلعش يقول لك ايه انا ممكن اجيبه وممكن اجيبه وممكن اجيبه، وبشرط ان امكانيه الاهلي ممكن تجيب. الاهلي ماليا اداريا منتظم، ما عندوش ديون، عنده فائض ميزانيه، عنده مداخل، عنده. بس ما تجيش بقول انا ممكن اجيب. مش ممكن. هتقول لي موضوع زيزو، هقول لك زيزو فري، زيزو طالع فري. فموضوع ان انا اجيب لعيب، جيب اللي انت عاوزه. يعني انت لو تعرف تاخد لعيب من النادي الاهلي خده. يعني ده هو خلاص في شهر يناير من حق ان يمضي لاي نادي. والله لو عاوز تعمل له عرض وتجيبه خده. بس هتقدر تدفع فلوسه ادفع فلوسه، مش عيب ولا حرام. بس ما تجيش تقول لي انا ممكن اعمل وممكن اعمل وممكن اعمل. فده لا يعقل. ما نضحكش على الجمهور. والله الجمهور كله، اصل الجمهور كله عارف ان الزمالك في احط وقت في الموضوع الماليه. يعني عنده ازمه ماليه رهيبه. فما تجيش تقول لي ان انا ممكن اخد لعيب من النادي الاهلي وانا اقول لك مش لا انا مش هعمل كده، احنا ما بنعملش الحركات دي. لا، عملته لما كان في امكانيات او في واحد قاعد في المستشفى مرتبط السوبر يعرف يجيب فلوس كنت بتعمله. فما تجيش تقول لي لا اصل احنا ما بنعملش الحركات ديت.
بس وما نضحكش على الجمهور. فدي كانت القصه اللي كنت عاوز اتكلم فيها. وموضوع الانتماء ومش الانتماء يا جماعه، ننسى موضوع الانتماء ده للجمهور ولاداره النادي والاعضاء. اما اللعيب طلع نزل مهما كان هو مين، زي ما انت بتبص للنادي على مصلحتك هو بيبص على مصلحته. فالنادي كده كده اصلا ممكن النادي النهارده مثلا عمر السولية، علي معلول ولاد النادي بس، خلاص الاهلي استغنى عنه، راحوا فرقه ثانيه، راحوا فرقه ثانيه. الاهلي شاف مصلحته وهم شافوا مصلحتهم، رامي ربيع، اكرم توفيق، الناس دي عادي ممكن تيجي في يوم تلاقي يقول لك ايه استغناء عن امام عاشور، استغناء عن زيزو، هيشوف مصلحته. كده كده اصلا موضوع الانتماء مش الانتماء، مفيش حاجه اسمها انتماء، كلها دلوقتي بقت عباره عن احترافيه. ده كان موضوع حلقتنا النهارده، ويا ريت لو كانت الحلقه عجبتكم ما تنساش اللايك والتعليق والاشتراك في القناه. وقبل ده كله زي ما احنا متعودين صلوا على النبي في التعليقات، لو مش متابعني تابعني واعمل لي لايكات، واقول لكم سلام.